القضية. السلام عليكم. موضوعنا في هذه الحلقة هو عن الإسلام في روسيا. عدد المسلمين، تقول لنا الأنباء الروسية، عدد المسلمين في روسيا يتراوح بين 25 إلى 28 مليون، وهذا في الحقيقة يعني رقم منتقد، لأنه في بلد متطور مثل روسيا يفترض فيهم الروس أنهم يعرفوا عدد السكان في كل فئاته بدقة أكثر من هذه، ولكن ربما يكون في لهم أهداف سياسية من هذا التمييع نحن لا ندركها. معظم المسلمين موجودين في بلاد القفقاز وفي جمهوريات باشكورتستان وداغستان وتتارستان. مدينة موسكو لوحدها تحتوي على 2.5 مليون مسلم، وهناك أعداد من المسلمين أيضا في المدن الروسية الكبرى الأخرى. هناك صراع كبير جدا داخل روسيا في مسألة الإسلام والمسلمين. سبب الصراع أن القوميين الروس متشككين ويشعروا بنوع من العدائية تجاه الإسلام، بحيث أنهم حتى عمال يضغطوا على الحكومة حتى لا تبني مساجد جديدة، رغم أنه في مسجد موسكو الرئيسي صلاة الجمعة تؤدى لما بيكون الطقس عم يسمح. أكثر من نصف المصلين بيكونوا خارج المسجد ومفترشين الصحف أو شو ما بيلاقوا وجباههم على الرصيف. هذا من ناحية. الآن الناحية الأخرى، الشكوك في النهضة الإسلامية تجاه الشعب الروسي شكوك كبيرة جدا. هم الروس مثلا مستائين جدا أو يشعروا بشيء من العداء تجاه الإسلام اللي تصوره إيران مثلا، رغم وجود حجم كبير من التجارة بين روسيا وبين إيران، خاصة في المجال التسليحي والنووي، ولكن كثير من الشعب الروسي لا تعجبه التجربة الإيرانية في الإسلام. كذلك هم عانوا بشكل كبير جدا أيام الاتحاد السوفيتي من دخولهم في أفغانستان مثلا، وعندما قاتلتهم طالبان وأخرجتهم من أفغانستان بدعم أمريكي، الناتو وحلفاء آخرين لا داعي لذكرهم، بيبنوا تجربة سلبية جدا على هذا الموضوع. تناومي الإسلام السياسي في الدول المحيطة بروسيا من الجنوب، اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي، عندما تنام الإسلام فيها وقامت حركات معينة اتسم بعضها بالعنف، وجدنا أنه الحكومة الروسية أرسلت جيوش ومساعدات عسكرية ضخمة جدا إلى 5 من هذه البلدان حتى تستطيع أن تمنع تحرك هذه القوى لصالح الإسلام وصالح الإسلام السياسي، خشية من أن يؤثر ذلك على مكانتها وعلى مطامعها وعلى أهدافها في مناطق التي يكثر فيها أو المناطق التي يعيش فيها المسلمون في روسيا. هذه الحقيقة واقعة، يعني إحنا كشراكسة يهمنا جدا أن نتنبه لها. هي لا نقول خطرا ولا نقول بداية صراع،
بل نقول ربما يكون هناك يعني سوء فهم أو فهم مغلوط للإسلام لدى الروس ولدى الحكومة الروسية ولدى كل العاملين في الحقل السياسي في روسيا. القضية الشيشانية كان لها تأثير سلبي على الرأي العام الروسي، لأنها في جانب كبير منها كانت تعمل تحت ستار الإسلام وتحت غطاء الإسلام. أيضا الحركات أو التحركات التي تحصل في داخل روسيا، سواء كانت في داغستان أو ما حصل في نالتشيك أو غيرها، دائما مردوا إلى قوى إسلامية. حتى هم تسمياتهم الروس للكثير مما يحصل أو للكثير من المبادئ أو الحركات الإسلامية تجدهم يقولوا وهابيين. وطبعا هذا يعني تسمية خاطئة جدا، لأن الوهابيين لم يعرف عنهم أي نوع من التطرف أو العنف تجاه الروس أو تجاه أي جمهورية إسلامية كانت عضو في الاتحاد السوفيتي. ولكن اختلطت الأوراق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي واندفاع كثير من المبشرين والدعاة الإسلاميين إلى هذه الأقطار التي تحررت من الاتحاد السوفيتي، وبعضها كانت له شهرة. مثلا المملكة العربية السعودية قدمت ملايين من نسخ القرآن الكريم إلى هذه الجمهوريات، ومنها أيضا إلى الجمهوريات الشرقسية. فبالتالي صار في انطباع لدى البعض وانطباع مغلوط على أنه الوهابيين الذين يحكمون السعودية هم اللي عم بيشجعوا هذا العنف وهذه الحركات. ما يعنينا من هذا نحن كشراكسة هو أن نحاول وبكل الطرق أن نصل إلى أفئدة وعقول الروس المسيحيين، ونقول لهم أن هذا الإسلام الذي يشكل الدين الثاني في بلادكم دين ليس بالضرورة أن تسمعوا ما يقول عنه الغرب من أنه العنف والقتل والدمار والكذا، لأنه هذا مو صحيح. الإسلام دين يدعو إلى المحبة، والإسلام دين يدعو إلى التآخي، وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تدعو إلى هذا. لأنه تحسين الصورة هذه سيساعدنا كثيرا في أهدافنا المستقبلية وفي خدمة قضايانا وفي خدمة إخواننا الشراكسة المقيمين على أرض القفقاز التاريخية، ويخدم أيضا كل تحرك ممكن أن نقوم فيه نحن في الخارج في سبيل القضية، لأنه الأغلبية الكاثرة من الشراكسة كما هو معروف، وربما يكون كل الشركس الموجودين في خارج في بلاد الشتات هم مسلمين. فبالتالي فهم الإسلام سيسهل عليهم على الروس قبول الحوار معنا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.